وبركاته. الليلة يا شباب عايزين نعمل لنا كفر بتاع موبايل. تمام. او جراب بتاع موبايل. تمام. اخترت سكتش وحارسم في الواطة زي ما قاعدين نسميها. بنختار 2 بوينت ريكتانجل. كويس. بنبدأ من الركن ده ونمشي. انا عملت قياسات ما دقيقة للايفون بتاعي. كويس. اللي هو 150 ملم في 75 ملم. طيب بعد ذاك هعرفكم عليه تول جديدة. كويس. اللي هي التول دي اسمها فورونوي سكتش جنريتور. فورونوي ده اللي هو الشكل ده، الشكل الغريب ده. كويس. هي بتقدر تنتج لك الشكل ده. التول دي ما موجودة مع الفيوجن 360. لما تسطبه انت محتاج تمشي تنزل التول دي من يوتيليتيز ادينز وامشي هنا الاب ستور بتاع الفيوجن 360. نزلها، اكتبها بس هتلقاها، وبعدين نزلها وسطبها هتيجي تظهر لك بعد ذاك هنا في حتة كريات دي تحت هنا فورونوي سكتش جنريتور. طيب هختار فورونوي سكتش جنريتور، او ممكن كان اختارها من فوق من هناك، وهقول له في السكتش بتاعي ده اعمل لي الشكل بتاع فورونوي. كويس. افتح فورونوي اديتور. بيجيب الحاجة دي هينتج لي شكل زي ده. هقول له publish to fusion 360. ممكن طبعا تغير الحاجات او المربعات او اشكالها او كده. لكن انا بس هاشتغل بالحاجة اللي هو انتج لي مباشرة. هقول له publish to fusion 360. دوست عليها بيفكر شوية كده، وبعد ذاك بينتج لي الشكل ده. تمام. طيب بعد ذاك عايز اعمل شنو؟ عايز اخلي الشكل بتاعي ده او المستطيل الخارجي ده يكون راوندد شوية. كويس. خلينا ارجع تاني للسكتش. هعمل اديت سكتش، و عايز زي ما قلت لكم الزوايا دي هنا ما تكون شنو، ما تكون زوايا حادة كده. ف 10 ملم. كويس. عملت انتر. تمام. بعدين هقول له فينيش سكتش. بس عشان اكون منظم هسمي السكتش بتاعي ده فورونوي. عارف الكلمة دي كلمة غريبة شديد. طيب تاني بعد ذاك هعمل سكتش جديد. تمام. السكتش الجديد ده هرسم فيه التفاصيل بتاعت التليفون بتاعي. هعمل في نفس الحتة لكن في سكتش مختلفة هنا. اول حاجة عايز اعملها هعمل بروجيكشن. كويس. هدوس حرف البي عشان ينقل لي نسخة من الحدود الخارجية بتاعت التليفون دي للسكتش بتاعي الجديد. كويس. بختار الحدود الخارجية بتاعت السكتش وهعمل لها بروجيكشن في الكرنت سكتش اللي انا شغال فيه اللي هو سكتش 2 ده. طيب قلت له اوكي كده. اذا قفلت السكتش القديم هلقى انه شنو، انه بجد عملت بروجيكشن او اسقاط لشكل التليفون. تمام. طيب بعد ما عملت كده هقوم اعمل اوفست لجوا. هوريكم بعد شويه الاوفست ده انا هعمل بيه شنو. كويس. لكن خلينا نقول مثلا اوفست كده، وبعد ذاك تاني هعمل برضو هدوس على حرف الاو عشان اعمل اوفست تاني لبرا، عشان الاوفست اللي برا ده يعمل لي جدار الجدار بتاع الجراب بتاعي او الكفر بتاعي. خلينا نقول الجدار مثلا 3 ملم مثلا. تمام. طيب بعد ما عملت كده عايز اعمل داير اعمل فتحة للكاميرا هنا. طبعا زي ما قلت لكم كلها حاجات تقريبية من اجل التعليم بس. همشي هنا برضو لفيلت وخليه يظبط لي الشكل ده. تمام. انتر. وهعمل سيركل في النص هنا عشان الشعار بتاع ابل واحد يتجدع بالشعار. برضه هاخد لي حاجة شنو كده تقريبية. انا ما عارف بالضبط الشعار مكانه وين زي ما قلنا.
مسألة تعليمية بحتة، ف هاخد حاجة تقريبية كده. خلينا ننزل حتة الشعر دي شوية. تمام. طيب بعد ذاك هدوس على حرف الاو واعمل اوفست من ده. هوريكم تاني لشنو بعد شوية. كويس. عملت اوفست كده، هشرح لكم بعد شوية ليه عملت الاوفست ده. وحاجينا برضو لحتة الكاميرا، برضو هعمل اوفست، وبرضو هشرح لكم ليه عملت الاوفست ده بعد شوية. تمام. بعد ده اقول لي اوكي. طيب كده تقريبا الشكل بتاع التليفون، الشكل العام كده ظابط، ما في مشكلة. طيب هرجع تاني للفورونوي بتاعي، الشكل الغريب ده، و خلينا اعمل فينيش سكتش هنا. كويس. وهمشي اختار اكسترود. كويس. وهحاول اعمل، خلينا اقفل ده، هعمل اكسترود للحتات في النص دي. تمام. هعمل اكسترود لتحت، خلينا نقول -3 مليمتر، اللي هي ده اللي هيكون الثيكنس بتاع الكفر بتاعي. طيب بعد ذاك هفتح السكتش بتاعي تاني، وهمشي اعمل هناك رايت كليك على الفيتشر دي. تمام. الأخيرة اللي عملتها بتاعت الاكسترود دي، لأنه عايز أضيف ليها خانات تانية. كويس. عايز أضيف الخانة دي والحتة دي، وعايز أضيف برضو، أوبس هنا أنا غلطت طبعا شوية كده. شنو يعني، داير اختار نصف الدائرة دي، برضو داير اختار هنا نصف الدائرة دي. كويس. داير امشي لحتة الكاميرا برضو، اختار برضو حوالين الكاميرا كده. تمام. كده انا اموري طيبة. اقول له اوكي. وبعد ذاك هعمل تاني اكسترود، وهفرغ الحتات بتاعت الكاميرات دي. هنا السكتش بتاعي ما ظاهر، همشي هدوس هنا عشان يظهر لي، وعايز افرغ الحتة دي برضو. عايز افرغ الحتة بتاعت الشعار هنا. تمام. هجرهم لبرا، اعمل بهم قط. distance هقول له all. اوكي. طيب كده الشكل العام كده بدأ يصير معي. تمام. تاني هعمل اكسترود. عشان اعمل اكسترود هنا للحيطة اللي حوالين التليفون، هعمل الحيطة دي تقريبا 10 مليمتر. كويس. وده الشكل اللي لسه وصلنا له لحد اللحظة دي. هعمل لي كم جدعة كده. كويس. خلونا في السكتش ده. طبعا يعني اذا انا عايز اشتغل بالبتاع ده بالجد يعني في تليفوني، اقيس الحاجات اللي بالجنب دي، ناس ما عارف الحته اللي بتزيد بيها الصوت وما عارف شنو. وكنت هعمل الفتحات اللي انا محتاجهم بالجنبات دي وبالجنبات التانية بهناك وحتة الباور وكده. لكن انتوا عارفين يعني الموضوع ده تعليمي بحت، فما محتاج اعمل كده. همشي هنا لفيلت، وهختار الادج الخارجية دي هنا وانعمها شوية. كويس. هنعمها شوية. انتر. تمام. هرجع هنا برضو بورا بجاي، الحتة دي برضو هخليها شنو، هتخليها برضو انعم شوية. انتر. وممكن برضو مكان الكاميرا دي 2 ملم. كويس. انتر. كده تقريبا التليفون بتاعنا ده اموره طيبه. لكن شنو، بس خلونا نفتح لنا اي فتحه هنا بالجنبه. هعمل رايت كليك على الجنبه دي واقول له كرييت سكتش. تمام. ما عارف انا يعني ممكن نعمل شنو بالضبط، لكن كده نعمل لنا اي حاجه هنا
واحدة من المستطيلات دي اللي هي بتيجي، ما عارف، ممكن يكون بتاعت الصوت ولا أي حاجة. قلت له فينيش سكتش، و ممكن طبعا تعملهم راوندد وكده، لكن الساعة دي بس اختصارا للزمن ممكن نقول شنو، بس نقول له اكسترود ونفتحها. الفتحة دي هيكون عندنا حتة بعدين شنو للفتحات الجانبية هنا، أو دي الطريقة ممكن تعمل بها الفتحات الجانبية. بعد ده خلونا نلون التلفون بتاعنا ده والجراب بتاعنا ده، نديه لون ظريف، نقول موديفاي appearance، نعمل اللون البرتقالي ده، وكده بقى عندنا شنو جراب لطيف. ممكن بجد تطبع الجراب ده وتشتغل به حقيقة في تلفونك يعني. طبعا ما حاشتغل بالبلاستيك العادي ده، غالبا حاشتغل ببلاستيك يكون شوية فلكسبل كده، يكون مطاطي كده، وفي نوعية من البلاستيك المطاطية يعني ممكن الواحد يعمل بيها، يطبع بيها يعني، ممكن تطبع بيها في البيت في الطابعة بتاعتك. شباب اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بحلقة اليوم. اذا بتشاهد الفيديو ده من اليوتيوب تذكر انك تشترك في القناة، واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.